من جمهور الأهلي لأسامة أبو علي بيقولوا لك تترجى فيا تبكي عليا، مش هنسى يوم إن أنت خاين. خلص الكلام، وقعت في شر أعمالك يا أسامة. قلبت الدنيا زيطة وهيجت الدنيا، وانقلبت 360 درجة، ومش لاعب ومش عامل، وكيلك يهدد الأهلي وقمة الندالة. أول ما جالك عرض من أمريكا اللي الأهلي سببه، اللي الأهلي عملك، أنت جاي 7 سنين كنت بتلعب درجة تانية، منهم 4 سنين وآخر سنة في السويد في الدنمارك. 7 سنين وسنة في السويد، والأهلي جابك من لاعب يعتبر هاوي خلاك نجم النجوم. ما كنتش التنين المجنح، ما كنتش كريستيانو رونالدو، ما كنتش مارادونا، ما كنتش رونالدينو في المهارات. انت بتلعب مع أقوى سكواد في أفريقيا، هو اللي كان بيديك الكور متقشرة تجيب اجوان. ما كنتش مبدع، ما كنتش ممتع ولا حاجة. فاتقي شر من احسنت اليه. فشغل النغمة اللي انت كنت عمال تغنيها، وانا عايز كنت اخرج من الباب الكبير ومن باب البتاع ومن باب الوزير، ما تثبتناش وما تحاولش تستخف بعقول الاهلاويه عشان تثير شفقتنا، وان انت محدش يهاجمك او بتاع. لا عايزين نهاجمك ولا عايزين نشوفك. وعلى إدارة الأهلي بعد الموضوع بتاع كولومبوس دوت، إن هو عنده مشكلة وإن هو وقفوا القيد بتاع وسام، إن هو زي ما الإدارة عملت برافو عليها إن هي أيدته في القائمة المحلية مبدئيا. نادي كولومبوس دفع 3 مليون دولار، أهلا وسهلا ياخدوا لعيب ومش فوقيه أي حاجة ولا فوقيه بوسة ولا بتاع، ولا عايزين نشوفه تاني في النادي الأهلي. ما دفعوش الفلوس يتركن على الدكة وليكن ما يكون. إنما أسامة أبو علي لعيب انتهى، وما تشتغلناش ونبقى الله يخليك عشان احنا نشتغل أي حد. غير مأسوف عليك، ولا أنت من باب الكبير، ولا أنت تخصنا، ولا أنت تهمنا. واللغة العاطفية دي تروح تلعب بيها بعيد، تروح تغني بيها. الوزير بتاعكم الفلسطيني كان بيتكلم يا عيني، يقول لك أغيث وسام وأطلب تدخل وزير الشباب والرياضة عشان وسام بيتعرض لحملة شعواء. قمة الخسة والندالة، العادي بتاعكم والطبيعي بتاعكم. شكرا للأهلي، ومن أسوأ لأسوأ يا أسامة أبو علي.